إذا كان هناك فكرة للتهجير، توجد صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر، العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات، وهي عملية فضفاضة، أو لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك، ويبقى السلام اللي إحنا عملناه كله بيتلاشى بين إيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية. تمثل التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية مصدر قلق وجدل كبيرين، حيث تحدث السيسي عن تهجير الشعب الفلسطيني وضرورة القضاء على المقاومة الفلسطينية، وأشار إلى أن مصر تنتظر انتهاء دور الكيان الصهيوني في محاربة ما وصفه بالإرهابيين. هذه التصريحات أثارت انتقادات شديدة، حيث اعتبرها البعض انحيازا مفرطا للكيان الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر النظام المصري بمثابة إحدى القوى الإقليمية الهامة، وتأثيره يمتد إلى الساحة العربية بأكملها، وبما أن مصر تعتبر جارة لفلسطين ولها تأثير كبير على الشأن الفلسطيني، فإن أي تصريحات تخص القضية الفلسطينية تحظى بانتباه كبير. فيما يتعلق بالجزائر، فقد تم تبني توجه قوي نحو دعم القضية الفلسطينية والتصدي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومن المتوقع أن تتبنى الجزائر مواقف قوية في القمة العربية المقبلة، مثل اتخاذ مواقف سيادية ضد الدول المطبعة مع إسرائيل. يأتي هذا في سياق تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مما يجب الدفع بالدول العربية إلى تبني مواقف أكثر حزما تجاه هذه القضية الحساسة.